مسا الفل عليكم. الوز بتاع أمريكا دخل الملعب عشان الملعب فاضي، فهم اللي دخلوا يلعبوا ويتفسحوا ويلعبوا براحتهم. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة أول يوم في السنة الدراسية في الولاية اللي أنا فيها. ربنا يوفق الكل وبالتوفيق للجميع، وربنا يحقق أمنيات كل واحد يا رب وواحدة. بالنسبة للناس الجديدة، أأمن مكان تسيبي أولادك وإنت مطمنة المدارس أأمن مكان، ما تقلقيش من أي حاجة خالص، من أول المدير أو المديرة لكل العمال اللي شغالة جوه المدارس بيخافوا على الطلبة اللي جوه أكتر ما بيخافوا على أولادهم. ما تتخيليش هما بيخافوا على الطلبة إزاي. ابتدائي بيبقى فيها 2 سكرتي وفي اسكانر، ممنوع ان اي حد يدخل باسلحة من الطلبة او من الاهالي. الاسكانر ده جهاز زي ما بتدخل على التفتيش في المطار او في السفارة. ممنوع ان اي حد يدخل باي اسلحة او آلة حادة. ثانوي فيها 2 سكرتي وفيها بوليس، علشان في السن ده بيبقوا بيتخانقوا. ثانوي علشان السن ده في مشاكل كتيرة، في 5 سكوريتي وفي 2 بوليس، غير الكاميرات في كل المدارس. بس الكاميرات في ثانوي الكاميرات اكتر. طبعا النهاردة الاولاد في ثانوي كلها راجعة زعلانة. السنة اللي عدت كانوا بياخدوا منهم التليفون وبيدوهولهم في وقت اللانش، السنة دي اخدوا منهم التليفون اليوم كله. بالنسبة لابتدائي، لو عندك أطفال في ابتدائي وأي يوم في كونفرنس أو في حفلة، روحي مع أولادك، ما تضيعيش الوقت. أولادك أهم، لأن بتفرق مع الأولاد كتير. كل زملاتهم بيبقى جنبيهم أهاليهم في وقت الحفلات. الشغل موجود على طول، هتستأذني وتطلعي ساعة حتى لو عندك شغل. هما بيروحوا لأولادهم. لو هتقولي ان انت عندك معاد دكتور او رايحة لابنك او بنتك في حفلة في المدرسة، مش هيقولك لأ، علشان هما بيروحوا لأولادهم. ولما يبقى فيه الكونفرنس ده بيبقى اجتماع بيعرفك أولادك محتاجين ايه اللي المفروض تعمليه معاهم. لأن هنا بتبقى السنة الدراسية متقسمة على 4 مراحل، 4 كرة. لو فيه طالب نزل في 2 كرة ومنجحش في ال2 التانيين، طبعا بيعيد السنة بيسقط. ولو ابنك أو بنتك محتاجين أي مساعدة، لو المدرسة قالتلك إن ابنك أو بنتك محتاجين ESL أو عندهم حروف مش بينطقوها صح، أو قالتلك إن ابنك أو بنتك مش مستوعبين، ما تزعقلهاش. هي شغلتها مدرسة، هي ما راحتش مهنة التدريس علشان مجموعها وداها ان تبقى مدرسة. هي حابة مهنة التدريس، هي راحت براحتها، مش مجموعها اللي وداها الكلية. هي راحت براحتها علشان ليها في التدريس وحابة تدرس. واكتر حاجة في ابتدائي المهنة دي بتلاقي المدرسات اكتر من المدرسين، علشان المهنة دي مهنة صعبة. عشان هي مهنة صعبة، فبتلاقي ممكن مدرسة فيها 60-70 مدرسة وفيها 2-3 مدرسين، عشان هي فعلا شغلة صعب. لكن في ثانوي بيبقى فيه المدرسين نص المدرسات. لكن ابتدائي عشان شغلة صعبة، فما تقولهاش لا انا ابني او بنتي بيستوعبوا، لا، هي دي شغلتها، هي عارفة شغلتها زي ما انت عارفة في شغلك. فهي بتنصحك ان ممكن ابنك او بنتك انت شايفاهم ان هم كويسين، بس هي شايفة ان محتاجين تركيز اكتر، محتاجين تقوية اكتر. فمش تزعقلها، هي شايفة شغلها وده كويس ليكي انت، لان هم بينصحوا الواحد. بالنسبة للناس اللي بتقول على بعض المدرسين انها عنصرية، لا، هي مش عنصرية، هي بيبقى عندها جميع الجنسيات. هي علشان بتنصحك انت بتقول عليها عنصرية. هي
بتنصحك، هي بتفيدك، هي بتتعب علشان أولادنا. انت ما تعرفيش المدرسين بتتعب ازاي. أصعب مهنة مهنة التدريس. الناس متخيلة مهنة التدريس في أمريكا سهلة، أصعب شغلانة مهنة التدريس. علشان كده كلها ستات، عشان هي الستات اللي بتستحمل حاجات كتيرة. فأي حد جاي جديد، المدرسة تنصحك بأي حاجة اسمعي كلامها واشكريها، مش تقولي لها انت عنصرية وتزعقي لها. هي مش شغالة عندك عشان تزعقي لها، انت تشكريها ان هي بتنصحك.